ناشطون سوريون أن رامي مخلوف الرجل الأول في عالم الاقتصاد في سوريا قد قتل إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أمام منزله في دمشق. وتحدثت وسائل إعلام رسمية سورية أن الأمن السوري قد ألقى القبض على مطلق النار، وذلك دون توفير المزيد من المعلومات عن هوية المتهم. سقط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من نادي ضباط الشرطة بمنطقة مساكن برزة بدمشق، تلاه إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التفجير أدى أيضا إلى إصابة نحو 20 شخصا بجروح. بعد تصريحات الخارجية الأمريكية التي اعتبرت الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بأنها منظمة غير إرهابية، قامت أنقرة باستدعاء سفيرها في بلادها إثر ذلك التصريح. غرق في بحر إيجا قبالة السواحل التركية نحو 27 شخصا جميعهم سوريون أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان، وأغلبهم من مدينة القامشل السورية. قال وزير الخارجية التركي مولد تشاويش أوغلو أن بلاده سمحت حتى الآن بدخول 10,000 سوري فارين من المعارك في ريف حلب المحتشدين على حدودها. وأضاف الوزير أن عدد اللاجئين قد يصل إلى 1,000,000 شخص إضافي إذا استمرت الحملة العسكرية الروسية والقوات النظامية على المعارضة. قال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري أن بلاده جاهزة للحرب البرية في سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بالإعداد لرعد الشمال. وأكد العسيري أن سوريا لم تعلن رغبتها في المشاركة في أي عمليات برية في سوريا إلا وعندها الرغبة الجادة في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف المستشار أن الإعلان عند الدول المشاركة في أي عملية برية في سوريا سيجري عقب اجتماع بروكسل غدا الأربعاء.